رايح فين يا حراس يا عم؟ اوعى السما ما ترميش الا بطلع السمك، اوعى يا عم. تعالى بقى انت يا عم، تطرس لي كده. كبير. بس ارمي يا سيدي، شوف اخر يلا. رميك ايه. الميه الوحيده اللي شغاله الايام دي. السلام عليكم اخواتنا وحبايبنا محبين هوايه الصيد في كل مكان. انا هخليك تصطاد الايام ديت عشان ناس كتير عارفه ان النيل زايد وميته زايده، وبالذات فرع رشيد. بالنسبه للناس اللي على قدها زي نوبه حالاتي، والموسم بالنسبه لها شهر 7 و8 واحنا في عز الموسم والنيل زايد، فمش هيصطاد مش هياخد حاجه. لا، انا هخليك تصطاد وهتاخد سمك الايام دي باذن الله. اللي قريب من البحر الاعمى او من البحر الفرعوني يجي يشتغل، البحر شغال. بس ما تجيش من اخر الدنيا ان انت هتيجي تصطاد وتيجي تجود وتقول انا ما خدتش حاجه. اعمل زي ما انا بعمل بالظبط، وانا شارح لك كتير فيديوهات بالظبط البحر الاعمى بالتفصيل وهتشتغل عليه ازاي. طيب انا مش قريب من البحر الاعمى وعايز اصطاد، انا نازل، الناس بتكلمني من الصعيد ومن الحتت ديت، طب انا عايز اصطاد، اصطاد ايه؟ اطلع يا باشا على الترع، والناس بتقول عليها المسائي، يعني الحاجات الضيقه اللي هم بيرووا منها الارض دي، القراميط شغاله فيها كويس جدا. واحلى حاجه تشتغل بيها العجينه، ترع بالذات. اللي هيقول لي عجينه ايه، في عندك فيديوهات كتير على القناه ازاي تعمل العجينه، عشان بس ما نخشش في تفاصيل. مش هتعرف تعمل العجينه والكلام ده كله، اشتغل بمصران هيبقى كويس. ادي انا قلت لك على الميات اللي شغاله. احنا النهارده برضو هنشتغل على البحر الاعمى، واحتجت اي تفاصيل برضو قبل ما نقفل. الخيط 30 بالرمل ب 18. اهم حاجه عندك وزنه الفله، بترمي على مسافات، بتحط حاجه اسمها ريشه زي ديت علشان تشوفها. يلا نبتدي الفيديو ونشوف ربنا يكرمنا بيه. يلا يا باشا، اتفرج يا عم، اتفرج يا سيدي. اوعى فضيلك. برضه. اوعى عايز اخش مني على الحوش. رايح فين يا حراس يا عم؟ اوعى السما ما ترميش الا بطلع السمك، اوعى يا عم. تعالى بقى انت يا عم، تطرس لي كده. كبير. بس ارمي يا سيدي، شوف اخر رميك ايه. اه بمسك عود خلاص يعني. مسكت عود هتاخد سمك. تعلمه يا اخي، تعلمه، الاعلام حلو. اتفرج يا عم، اتفرج يا سيدي. اوعى فضيلك. برضه. اوعى عايز اخش مني على الحوش. رايح فين يا حراس يا عم؟ اوعى السما ما ترميش الا بطلع السمك، اوعى يا عم. تعالى بقى انت يا عم، تطرس لي كده. كبير. بس ارمي يا سيدي، شوف اخر رميك ايه. اه بمسك عود خلاص يعني. مسكت عود هتاخد سمك. تعلمه يا اخي، تعلمه، الاعلام حلو. عيله ايه معاك من على يمين الشاشه. اهو اهو اهو. تعالى بس المكنه اللي راح هيقطم. يا عم يا ابن اللذينه، يا ابن اللذينه، يا ابن الكلب. انت جاي تشكلي دلوقتي. تعالى يجي برضه. اللذينه عايز تخش العفش يا راجل، يا راجل. الشابة اللي جات لنا في نص الفيديو دي مش مبينة التصوير خالص. تعالى بس، أدق أدق عرق بس عيب ده. يا عم انت جاي ده تقول لك
فطاط صحيح. هنا ايه يابا؟ وفي صبر ايه؟ خلاص جت، احنا لسه قلت لكم تعالوا هنا بعيد عنه. هذا يجيبها لك من البر التاني. هذا ايه اللي بس سيب العود بتاعك ده، اقعد اتفرج كده هتمتع اكتر. طب هات لي سمكتين. هديلك، اقعد انبسط ده كله ياكل سمك. وسيبك من الوجع القلب ده. انا جسمي بقى مي. انا قاعد مربع تحت الشمسية والدنيا حلوة ايه. بس ايه يا عم وجدي؟ ايوه هو شغال هنا اهو يا باشا. انا اي حته اقعد فيها اجيب فيها سمك. عايز تفسر يا باشا اكتبها في الكومنتات. التليفون سنة ده معرفناش. رايح فين؟ يا ابن اللذينة، بسم الله ما شاء الله. تعالى مش مع عمو الكلام ده. تعالى 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 تعالى. الله الله الله. بسم الله. خلصت. اهو البولت اهو. بريئة هي اللي نفسك تصطاد. تعالى تعالى. الراجل ده الحوش بقى ما تزهقناش. معاك اهو بقى على يمين الشاشة. البلد اللي كنا بنقول عليه فراولة اهو، دي النتاية بتاعته اهي. خلاص يا جماعه نختم الفيديو بتاع النهارده على كده. وزي ما قلت لك كده في الفيديو، انا طول الفيديو بقول تفاصيل وانا بصطاد، فلو ما قلتش حاجه في الاول ما بحبش اطول في الانترو عشان الناس ما تملش. انت ليك استفسار هتلاقي في وسط السمك وانا بطلع السمكه كده، هتلاقيني بقول لك معلومات ازاي تطلعها، ازاي الكلام ده كله. يلا اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.